في فيديو النهاردة هخليك تعيش التجربة بنفسك وهتشوف سيناريوهات حقيقية وهتقيم نفسك كمان لو انت مكان الناس دي تعمل ايه. اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسلة عقلية ناجحة تساوي شركة ناجحة، والنهاردة هتكلم من زاوية المخاطر وتوظيف القرايب وقرار التخارج، الجزء السادس والاخير. خلوني في الاول افكركم بهدف سلسلة الفيديوهات دي. انا بشارك معاكم خبرتي وخبرات ناس كتير في مجال ريادة الاعمال والبيزنس اللي هيوفر عليك وقت ومجهود وصحة وفلوس. اول ما هتخلص الفيديوهات هيكون عندك رؤية مختلفة في نجاح شركتك، وهتكون شايف زاوية جديدة وانت بتاخد قراراتك في فتح شركتك وتجنب المشاكل والأخطاء اللي وقعنا فيها. تخيل معايا انك شاركت 2 وشركتكم بدأت تشتغل بالفعل بعد كل التحديات اللي قلناها في الفيديوهات اللي فاتت، بس في كام حاجة كده منكدة عليك. زي ناخد السيناريو الاول وربنا يستر. في شريك اكبر منك في السن وشايف دايما ان خبرته عاليه، بما انك انت الصغير فهو بيستغل الحته دي وبيخليك ساعات يعني تحت ضغط ان هو يفرض عليك رايه وبياخد مسؤوليات اكبر. المشكله هنا انه شويه شويه مع الوقت هتلاقي دورك في الشركه عمال يصغر وصلاحياتك بتتسحب من تحتيك، وفي النهايه هتلاقي نفسك بره الشركه مع انك على الورق لسه شريك. فكر شوية، ممكن تعمل ايه لو انت في الوضع ده؟ المشكلة دي ما بتظهرش فجأة وانت ما دخلتش الشركة غصب عنك وكنت شايف ده من الاول، بس مراية البيزنس بتكون عامية. من اول يوم لازم تقيم الشريك بتاعك وتحط النقط فوق الحروف، بمعنى ان كل واحد ليه صلاحيات واختصاصات بتتكتب بمنتهى الوضوح وتتفقوا عليها. هو ده الدستور بتاعكم. طبعا لازم تحط فيه مجهود محترم عشان يتعمل له قيمة في الاخر وهينفعك لما تحتاجه. لازم يتم تفعيل دور مدير الشركة لأنه هو مسؤول عن إدارتها. النوع ده من الشركاء غالبا بيكون ميال لعنصر المفاجأة، وهنا مش هينقذك غير التحضير لأي اجتماع، وده هيكون أساسي، وغير كده هتلاقي نفسك بتخسر على طول. اوعى تتجرجر لأي نقاش في أي موضوع وانت مش محضر، واطلب دايما بوضوح أجندة الأعمال والنقاط اللي هتتكلموا فيها قبل الاجتماع ب3-4 أيام، وفهمه كويس جدا وبوضوح إن دي الطريقة الوحيدة اللي انت عايز تشتغل بيها، وإن أي حاجة خارج جدول الأعمال ده هيتم تأجيلها للاجتماع اللي بعد كده. حافظ دايما على هدوءك واحترامك لنفسك ولشريكك، وسيطر على انفعالاتك، وافتكر انك دايما ممكن تطلب وقت للتفكير مع وقف اي قرارات لحد ما تكون محضر نفسك، بس برضو خليك فاكر لازم ترجع ليهم بسرعة علشان ما ياخدش قرارات وانت ما تعرفش عنها حاجة. من اهم بقى الحاجات اللي لازم تعملها مع شريكك ده انك تظهر ليه احترامك ليه وتقديره لخبرتك بدون طبعا مبالغة، وانك دايما تشكره قدام الناس وتديله برستيجه، واوعى تصغره. واي خلاف هيكون بينك وما بينه لازم يكون بين 4 حيطان، مفيش حد معاكم خالص في الاوضه ديت. لو ما قدرتش بقى توصل لنتيجه بكل الحاجات دي يبقى للاسف قدامك اختيار من 2، والاتنين صعبين. 1 انك تتحول الى شريك صامت، وهنا تستنى تعرف ارباحك او خسائرك اخر السنه، او تسيب الشركه وتتخرج منها وتبيع نصيبك ليه. تعالوا بقى ناخد سيناريو رقم 2 وهنصعبها شويه. لو انتوا 3 شركاء وكل واحد دوره ومسؤولياته واختصاصاته متحدده، وبعد ما بداتوا الشركه لقيتوا ان في شريك مش بيعمل اللي عليه او مش بيلتزم بمسؤولياته، وده ممكن يخسر الشركه كتير. تفتكر ايه ممكن تعمله في موقف زي ده علشان ما تفقدش او ما تخسرش في الشركه دي حاجات كتير؟ برضو هرجع وهقول لك المشكله دي ما ينفعش تظهر فجاه، واكيد كان بيعمل كده وانتوا لسه في مرحله التحضير للشركه، بس انت كنت عامل نفسك مش واخد بالك، وكنتوا بتساعدوه في حاجاته علشان الموضوع يكمل على خير وتبداوا تفتحوا الشركه بتاعتكم مع انكم عارفين ان هو مقصر. وهنا استجابته هتفرق لو كان حاطط فلوس في الشركه دي او بس مشارك بالمجهود. عشان كده انا دايما ببقى ضد ان الناس تشارك بالمجهود بس وما يحطش فلوس في الشركه دي. انا بميل ان كل الشركاء لازم يحطوا فلوس في الشركه دي حتى لو ما كانتش نسبهم متساويه. لو انتوا 3 شركاء وفي واحد متاخر شويه ما بيعملش الحاجات اللي عليه زي السيناريو ده، لازم هنا الاول تتفق مع شريكك اللي شغال كويس انكم تحاولوا مع بعض تاخدوا شريككم اللي بيأثر في شغله لمرحله الانجاز. ده حقه عليكم طالما ارتضيتوا تشاركوا بعض وتفهموا هو ليه مش بيلتزم، يعني عنده اسباب منطقيه ولا بيرمي الموضوع عليكم وخلاص. كمان هنا من ضمن الحلول ان كنتوا تعملوا اجتماعات
اجتماعات دورية بشكل مكثف شوية، ويكون واضح فيها جدول الأعمال اللي هتتناقشوا فيها، وتكون المهام الموكلة ليه على رأس الجدول. فهو هنا يحس بالضغط البسيط شوية، ويقول لو كان محتاج مساعدة من بدري علشان المهام اللي هو واخدها تتعمل في وقتها. لازم برضو توضحوا ليه تأثير عدم التزامه وتأثير الحاجات دي هيكون على الشركة ازاي، ولكن هنا الأسلوب بيفرق. ما ينفعش يكون استخدامكم لأسلوب التهديد هو الأساس. هنا ممكن توضحوا له الموضوع عن طريق شرحكم للمخاطر اللي الشركة هتقع فيها، وربطها بطريقة غير مباشرة بالخسارة المالية المتوقعة للشركة لو ما عملش اللي عليه. برضو آخر حاجة، ودي للأسف ما بتكونش حلوة بس هشرحها، إن يتم عمل ترجمة للمهام والمسؤوليات بتاعة الشريك اللي مقصر شوية وربطها بالفلوس. هنا بيكون عارف إن نسبة أرباحه هتتأثر بالموضوع ده، يعني كل الخسائر المترتبة على عدم التزامه هتتحسب عليه. لو ما قدرتش توصل لنتيجة بالحاجات دي كلها، يبقى للأسف قدامك حل من اتنين وكلهم برضو صعبين: تحوله إلى شريك صامت، وهنا هتعيد توزيع المهام بتاعته على الشركاء الباقيين، وطبعا مع تخفيض نسبته في الشركة، ويستنى يعرف الميزانية آخر السنة، أو يسيب الشركة ويتخرج منها ويبيع نصيبه ليكم. وتعالوا بقى ناخد السيناريو الأخير، وناس كتير بيكونوا عايشينه بس ما كانوش عاملين حسابه في الأول. لو انتوا 4 شركاء، نسبة كل واحد فيكم 25% تسهيلا للحسابات. وخليكم فاكرين ان انا كنت بقول دايما، وزي ما شرحت في الفيديوهات اللي قبل كده، انا ما بحبش الارقام الكبيره. والشركه شغاله وعملتوا كل حاجه، وجيتوا تقفلوا الميزانيه بتاعت السنه اللي فاتت، لقيتوا نفسكم ما شاء الله كسبانين 5 مليون. انت رايك انه يتم توزيع 25% بس من الارباح على الشركاء، وباقي الفلوس يتم استثماره جوه الشركه علشان تكبروا البيزنس وتعملوا مشاريع اكبر وتعينوا موظفين. الشريك التاني بقى شايف انه يتم توزيع 50% من الارباح على 6 شهور علشان داخلين في مشاريع تانية في الشهور اللي جايه. جه الشريك التالت بقى قال لك انا مضغوط ماديا وعندي التزامات ولازم اخد ارباحي كلها، والشركه فيها سيوله ومش محتاجين ندخل في المشروع ده لانه نسبه المخاطره فيه عاليه. وجه الشريك الرابع، وده بيبقى موجود كتير قوي، بيقول لك انا مش فارق معايا، اتفقوا على اللي انتوا عايزينه وانا معاكم. مع ان الشركه عامله ارباح ما شاء الله، بس برضه الشركاء مختلفين. طيب عايزين تشوفوا بقى اللي اصعب من كده؟ تخيل نفس الشركه دي وهي عامله خسائر 2 مليون ومحتاجه الشركاء يضخوا مبلغ تاني خلال نفس السنه عشان الشركه دي تعرف تكمل. انا هنا مش هجاوب، انا هسيب لك انت مخك وقدراتك على التحليل، وممكن يكونوا موتوا بعض ازاي او عملوا في بعض ايه. من اكتر الغلطات اللي ممكن تعملها في نفسك وانت عارف نتيجتها هي اختيارك وتصميمك على الشريك اللي هيدمر البيزنس بتاعك. تعالوا مع بعض كده نشوف المواصفات اللي اكيد لازم تكون عرفتها لو تابعتني في كل الفيديوهات اللي فاتت، واللي لو لقيتها في الاشخاص اللي هتشاركهم تخلع وتمشي على طول من غير ما تفكر. 1، لو لقيت واتاكدت ان الشخص ده عنده مشكله اخلاقيه ومش حاطط ربنا رقم 1، ومش هوضح اكتر من كده. 2، لو لقيت الشخص ده ما عندوش رؤيه ولا اهداف، ولا انكم متفقين في نفس الاهداف والرؤيه بتاعتكم، ما ينفعش تكمل معاه. 3، لو لقيت الشخص مش عايز يكتب او يوثق او يكتب اي حاجه انتوا اتفقتوا عليها بشكل كتابي، وعايز يخلي الاتفاقات كلها شفهيه. 4، لو الشخص ده هيحط معظم فلوسه في المشروع ما تشاركوش. اصله بص كده بالعقل، لو واحد هيحط كل فلوسه هيفضل طول النهار خايف عليها، فهيقعد بقى ايه يقرفك ويخليك متعطل في شغلك ومش هيخليك عارف تشتغل في البيزنس براحتك. 5، لو الشخص ده ملوش اضافه، يعني مش فارق معاه المشروع، يعني هتحاسبه ازاي او انت شايف اضافته ازاي، وهتعرف تقول ان هو مفيد ولا مش مفيد ازاي. رقم 6، لو كبير في السن او في فرق بينك وما بينه سنين كتيره جدا، ما ينفعش تشاركه برضه، لانه هيكون في اختلاف في الفكر. هو هيكون بيشوف الشركه من منظور معين وانت شايفها من منظور تاني خالص. رقم 7، لو الشخص ده بيفكر في مصلحته ومصلحتك مش فارقه معاه، وعلى فكره بتبان من كتر التفاصيل في التعاملات اذا هو خايف عليك ولا لا. دي مرحله التحضير للشراكه. اخر نقطه، النقطه رقم 8، ودي نقطه مهمه جدا، لو الشخص ده مش شبعان وعينه مش مليانه ومش متربي كويس. وفسرها زي ما انت عايز، وافتكر ان قلت لك بلاش تختار اي حد من ال8 دول. نيجي بقى لشويه قرارات اساسيه ومهمه جدا ومصيريه، والله لازم تكون واخدها قبل ما تقرر انك تفتح شركه او تشارك حد في البيزنس ده. وهقول لك القواعد اللي هتفيدك. 1، هتعرف تحط كام في الشركه دي فلوس، والشركه كمان، علشان تعرف تحسبوا قدراتكم على التدفقات النقديه وتوقيتاتها، لانه طبعا الشركه مش بتحط كل الفلوس مره واحده، بيبقى فيها ازمنه معينه بتحط فيها الفلوس. المهم انك تكمل راس المال. وهنا مهم جدا انك تكون عارف قدرتهم الماليه، هل هم حاطين كل مدخراتهم ولا هم لسه عندهم مدخرات ماليه، فهيشتغلوا معاك
معاك بشكل فيه اريحيه عن ان واحد حاطط كل الفلوس فضاغط عليك. 2، لازم تكون عارف نسبه المخاطره اللي انت هتشتغل بيها والعائد بتاعها شكله عامل ازاي، وتكون متفق كمان مع الشركاء بتوعك، وهنا البيزنس موديل بيكون اساسي. رقم 3، على قد ما تقدر ابعد عن توظيف القرايب، وهنا انا بتكلم عن قرايبك وقرايب الشركاء علشان ما حدش يقول لك اشمعنى وده بيتعاملوا احسن من ده ويبدا في تكتلات في الشركه ويبدا يظهر الشلاليه. رقم 4، القرارات في الشركه بتتاخد بالترتيب ده، وده الدستور بتاع نجاح كل الشركات. مصلحه الشركه اولا، مصلحه الفريق ثانيا، مصلحتي الشخصيه ثالثا، واي تغيير في الترتيب ده بيعمل انهيار في المنظومه في وقت قياسي. رقم 5 ده مهم لان ده بيقول ان الاجتماعات الدوريه في الشركه عمود النجاح بتاعها، والشفافيه في الاجتماعات دي والشفافيه بتاعت الشركاء هي الخرسانه اللي بتشيل الهيكل، وكتابه الاتفاقات هي الدستور والمرجعيه. عشان كده بنقول النقطه السادسه مهمه جدا كمان، هي اداره الشركه لازم تكون على اساس الكي بي ايز، كي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات الاداء الاساسيه، ومفيش مكان للعشم والعاطفه، ومبدا واحد المحاسبه على الجميع. رقم 7 دي مهمه جدا، لازم تقعد مع ناس كتير وانت في مرحله تحضير البيزنس، والوظيفه الناس دي عشان لو يساعدوك بجد يوقعوا لك الشركه بتاعتك، يقول لك فكرتك مش هتنجح ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا. طول ما انت عارف شركتك ممكن تقع ازاي هتتجنب الوقوع ده. فاقعد مع ناس كتير تحاول تخلي فكرتك تقع، وانت ازاي تحاول تخلي فكرتك ما تقعش. هو جيم. هقول حاجه غريبه وتعلمتها من ناس اكبر مني كمان خبره وعرفت قيمتها. النقطه رقم 8، لازم تكون محدد امتى وازاي هتعمل التخارج من الشركه. يعني انا مثلا لو شريك، امتى وازاي هتخرج من شركتي واسيب الشركه دي لباقي الشركاء، او ابيع نصيبي ليهم، او ابيع الشركه كلها لمستثمر. واكبر دليل على كلامي ان ربنا حدد لينا شروط في الزواج والطلاق عشان تبقى عارف هتدخل الموضوع ده ازاي وتخرج منه ازاي. ولو فاكرين الفيديوهات انا دايما بقول ان الشراكه عامله زي الجواز بالظبط. اخر نقطه، نجاحك الحقيقي في الشركه مش في الفلوس. حط قدام عينيك البيوت اللي ربنا هيساعدك انك تفتحها وهتكون مسؤول عنها، ولازم تكون مدرك ان في مسؤوليه اجتماعيه كبيره جدا على الناس اللي بتدخل مجال البيزنس ورياده الاعمال. عشان كده لو فاكر اول فيديو وانا بشرح ليك الشركات العملاقه اللي نجحت زي اير بي ام بي او شركه انستجرام او واتساب، تفتكر نجحوا ازاي؟ دول وصلوا وعملوا كل حاجه صح، وكل الحاجات اللي عملوها دي انا اختصرتها ليك في سلسله الفيديوهات. وهل تفتكر ان دي كان اول شركات يعملوها؟ طبعا في دراسه كتير بتقول انه الشركه الاولى بتقع وتانية بتقع، من اول الثالثه او الرابعه بيبدا البيزنس بتاعك يكبر. عشان كده بقول لك ما تحرقش فلوسك وصحتك وقوتك في اول شركه او تاني شركه. اشتغل بما يرضي الله، ولكن حط في دماغك ان هم دول مش هيكملوا. ياه، احنا كده خلصنا سلسله مهمه جدا من سلسله ازاي اعمل بيزنس ناجح. انا عارف انها كانت دسمه وفيها معلومات كتير جدا، بس زي ما وعدتكم انا قلت لكم بشارك خبرات ناس كتيره جدا. طبعا لازم تتوقعوا ان انا برضو هنا مش قادر اقول كل التفاصيل اللي تنجح البيزنس بتاعك، بس انت دلوقتي قادر انك تسمع وتحلل وتاخد قراراتك، وان شاء الله ربنا يوفقك في البيزنس بتاعك، لاني لميت ليك تقريبا كل النصايح اللي اصحاب الشركات الكبيره وغيرها قالوا عليها. وصلنا بقى لفقره الكتاب، والنهارده معانا 3 كتب مهمين جدا. بصوا هينقلوكوا في حته تانية خالص. اول كتاب اسمه A Champion's Guide to Growth Mindset، يعني دليل البطل لعقليه النمو. الكتاب الثاني اسمه Building a Story Brand، ازاي تعمل بناء قصه للعلامه التجاريه بتاعتك. الكتاب الثالث مهم جدا How Not to Be Wrong، ازاي ما اكونش غلطان. ولما تقرا الكتب دي هتعرف بعض الممارسات اللي هتخلي عندك تجربه مجزيه باستخدام 5 عادات بس، وهتعرف كمان ازاي تستخدم القصه في بناء البراند بتاع شركتك، وازاي تعرف وتحلل وتستنتج ان كل ما تقرب لنص الحاجه تفهم كل تفاصيلها، وان النسبه المئويه ممكن تستخدم علشان تضللك على فكره. اخر حاجه، القيمه المتوقعه هي اللي بتخليك تقرر هتصرف كام من وقتك وفلوسك ومجهودك. بفكركم كل اللي قلت لكم في سلسله الفيديوهات دي كان من قصص واقعيه، يا اما انا شاركت فيها او شاهد عليها او شاركت ناس في ارائها او كنت مشارك بصفه استشاريه. ما تنساش بقى تكتب في التعليقات سلسله الفيديوهات اللي جايه اللي انت حابب نتكلم عليها، واوعدك هنفصل عليها سلسله حلقات، وزي ما معودتكم هتكون من زاويه جديده محدش اتكلم في الكلام ده قبل كده. وتاكد انك انت مشترك عندي في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده للسلسله اللي هنعملها. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي.